الحضن اللي مستنيه من الدنيا كلها. عايزة أسألك سؤال، لما تكون متضايق قوي ومكسور من جواك ومش قادر تكمل بتجري على مين؟ ممكن يكون صاحب، ممكن ممكن أب، ممكن زوج أو زوجة، ممكن أي حد بتحس معاه بالأمان. طيب لو كل الناس دي مش موجودة، لو مشغولين، لو بعاد، لو أصلا مش فاهمين انت بتمر بإيه، مين هيحضنك ساعتها؟ الحقيقة إن أغلبنا قضى عمره كله بيدور على الحضن من بره، بيدور على حد يحتويه، حد يسمعه، حد يفهمه، حد يقوله ما تخافش أنا معاك. لكن قليل جدا اللي سأل نفسه السؤال الأهم: هل أنا موجود لنفسي؟ هل أنا بعرف أحتوي نفسي؟ هل أنا بعرف أضم نفسي وقت الوجع؟ ولا أول ما أتعب ببقى أول واحد يهاجمني؟ الحقيقة اللي بتوجع بجد إن أغلبنا لما بيتوجع ما بيلاقيش جواه حضن، بيلاقي محكمة. أول ما بيغلط بيلوم نفسه، أول ما بيفشل بيحتقر نفسه، وأول ما بيقع بيجلد نفسه. وكأنك طول الوقت مطلوب منك إن أنت تبقى قوي، طول الوقت مطلوب منك تبقى مثالي، طول الوقت مطلوب منك إن أنت ما تغلطش، لحد ما روحك بتتعب وبتبقى شايل فوق طاقتك. عارف ايه اصعب احساس ممكن الانسان يعيشه؟ انه يحس انه لوحده، ضد نفسه، مش ضد الدنيا، ضد نفسه. كل ما يحتاج رحمة، كل ما يحتاج رحمة يلاقي نقد، كل ما يحتاج احتواء يلاقي لوم، كل ما يحتاج حب يلاقي رفض، كل ما يحتاج امان يلاقي خوف. والمشكلة ان ده اتعلمناه من زمان، اتعلمنا اننا لازم نستحق الحب، لازم نستحق القبول، لازم نستحق التقدير. فكبرنا واحنا فاكرين ان قيمتنا مرتبطة بانجازاتنا. لو نجحنا هنبقى كويسين، ولو فشلنا هنبقى وحشين. لو الناس رضيت عننا هنبقى مهمين، ولو رفضتنا هنبقى ملناش قيمة. وبدأنا نعامل نفسنا بنفس القسوة دي لحد ما نسينا اننا بشر، بشر بنتعب، بشر بنغلط، بشر بنقع، بشر بنحتاج حد يطبطب علينا، حتى لو الحد ده هو احنا. تخيل معايا كده طفل صغير وقع على الارض واتخض، هتعمل معاه ايه؟ هتزعق له؟ هتقول له عيب كده؟ هتقول له ايه الضعف ده؟ اكيد لا. هتقرب منه، هتمسك ايده وهتحضنه وتقول له انا معاك. طب ليه انت لما بتقع ما بتعملش مع نفسك كده؟ ليه اول ما بتتعب بتهاجم نفسك؟ ليه اول ما بتغلط بتحاكم نفسك؟ يمكن ده بيحصل لان محدش علمنا ازاي نحضن نفسنا. علمونا ننتقدها، نقارنها، نضغط عليها، نخوفها، لكن محدش علمنا ازاي نبقى صحاب لنفسنا. وعشان كده انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا: ضم الذات مش دلع، مش انانيه، مش ضعف. ضم الذات هو انك تبقى الامان لنفسك لما الدنيا كلها تبقى مخيفه، انك تبقى الحضن اللي بترجع له لما تتعب، انك تبقى الصوت الحنين اللي بيقولك معلش، حقك تزعل وحقك تتعب وحقك تغلط وحقك تبدأ من جديد. في ناس طول عمرها مستنية حد يديها الإحساس ده، مستنية أب يحتويها أو أم تحتويها أو حبيب يحتويها أو زوج يحتويها. والاحتواء جميل، لكن الأجمل إنك تتعلم إزاي تحضن نفسك بنفسك، لأن الناس ساعات بتكون موجودة وساعات لأ، لكن أنت هتفضل مع نفسك طول العمر. والسؤال هنا: إيه نوع العلاقة ما بينك وبين نفسك؟ هل نفسك مرتاحة معاك؟ هل بتحس بالأمان معاك؟ هل لما بتتعب بتلاقي منك رحمة ولا بتلاقي قسوة؟ هل لما بتغلط بتلاقي فرصة تانية ولا بتلاقي عقاب؟ اسأل نفسك السؤال ده بصدق. لو كنت أنا نفسي طفل صغير، هل كنت هحب أعيش مع الشخص اللي جوايا دلوقتي؟ ولا كنت هخاف منه؟ يمكن السؤال ده يوجع، بس إجابته ممكن تغير حياتك. لأن بداية التعافي الحقيقي مش لما تلاقي شخص ينقذك، بداية التعافي لما تبطل تتخلى عن نفسك، لما تقف جنب نفسك، لما تسمع مشاعرك بدل ما تهرب منها، لما تقول لنفسك أنا شايفك وسامعك وفاهمك، أنا مش هسيبك. وبيتهيألي إن في جملة محتاج تسمعها النهاردة، يمكن للمرة الأولى: أنت مش محتاج تستحق الحب عشان تتحب، ومش محتاج تبقى مثالي علشان تتقبل.
مش محتاج تنجح طول الوقت عشان يبقى ليك قيمة. قيمتك موجودة قبل أي نجاح وقبل أي إنجاز وقبل أي شهادة وقبل أي منصب وقبل أي إعجاب من الناس. قيمتك موجودة فيك لأن أنت إنسان وبس. وقبل ما أقفل الحلقة عايزاك تعمل حاجة بسيطة. حط إيدك على قلبك وخد نفس بهدوء وقول لنفسك: أنا معاك، أنا شايف وجعك، أنا فاهمك وفاهم تعبك، أنا مسامحك وأوعدك إني مش هتخلى عنك تاني. يمكن الجمل تبان بسيطة قوي، لكن هو ده الحضن اللي نفسك مستنياه بقالها سنين. وافتكر دايما مش كل الناس هتفضل معاك، لكن لازم انت تفضل مع نفسك، لأن أول خطوة في الشفاء إنك تبقى البيت الآمن لنفسك بدل ما تفضل طول عمرك بتدور عليه بره. شاركنا في التعليقات لو نفسك كانت قاعدة قدامك دلوقتي كشخص حقيقي، ايه أول كلمة هتقولها لها؟